ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة كلام في الكورة. النهاردة بحب أهني النادي الأهلي بفوزه على نادي إنبي بهدفين مقابل لا شيء. النادي الأهلي قدم أداء كويس، قدم نتيجة كويسة، اللاعيبة كلها كانت مركزة، اللاعيبة عملت اللي عليها والزيادة، وبصراحة الأداء اتغير يعني بنسبة حوالي من 75 ل80%. الأداء اتحسن وإن شاء الله في أحسن وأحسن من كده. لعيبة الأهلي قدها وقدود ورجالة ويقدروا يطوروا الأداء أحسن من كده بكتير، وده اللي احنا مستنيينه من النادي الأهلي وده اللي احنا متوقعينه. الفوز بعد الفوز بعد الفوز وتحقيق نتائج إيجابية ونتائج كويسة تليق بالنادي الأهلي وتفرح الجمهور اللي دايما متعطش للفوز. ونادي الزمالك زي ما عودنا مفاجآت، والحلوة إن هو تعادل في آخر دقيقة مع سموحة، مع الداخلية، معلش أنا آسف، اتعادل مع الداخلية 1-1 في آخر دقيقة. كان الحكم حسب 6 دقايق في الوقت بدل الضايع للمباراة، وكانت الداخلية فايزة 1-0 على الزمالك، بس قدر الزمالك يرجع في المباراة ويتعادل 1-1. بس كده الفريق بقى 5 نقط. الأهلي 30 نقطة والزمالك 25. وده كان ملخص المباراتين بتوع الأهلي والزمالك. بس الهدف بتاع قفشة جامد جدا، والهدف بتاع ديانج، الهدف بتاع ديانج ده حاجة عظيمة جدا يا جماعة. الهدف بتاع ديانج ده أقسم بالله روعة الروعة. لعيب خد الكرة من نص الملعب، رايح مسافر واخد أي حد في سكته، اللي وراه واللي قدامه بيجيبه، وعدى من 1 و2 و3 وراح رزع في الجون، دخل بالكرة لحد ال18، مفيش حد عارف يوقفه. ربنا يحميه. أنا بحب أحيي كابتن أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي على صفقة أليو ديانج دي. الحسنة الوحيدة اللي أنت جبتها يا كابتن أمير توفيق للنادي الأهلي لحد دلوقتي، دي الحسنة الوحيدة اللي الكابتن أمير توفيق جابها للنادي الأهلي لحد دلوقتي، هو وعلي معلول. يعني 2 لاعيبة بسم الله ما شاء الله. وقالوا ديانج ده دبابة بشرية فعلا، ربنا يحميه وربنا يحرسه. ومحمد مجدي قفشة التاني برضو جاب الجون، وراح قلع التيشيرت وحط فوق دماغه وراح للجمهور: التيشيرت ده فوق دماغي، النادي الأهلي فوق دماغي. مين مجنون بقى يصدق إن محمد مجدي قفشة ماشي؟ مين كده كمشجع مجنون يقولك ان محمد مجدي قفشه بايع النادي الاهلي؟ عايز يمشي، عايز يروح البطن السعودي، عايز يروح مش عارف فين، عايز يروح فين. ما فيش بعد اللقطة اللي شفناها دي ما فيش اي حد هيجي في باله او في توقعاته ان محمد مجدي قفشه ماشي. تمام. اما بالنسبة لاحمد نبيل كوكا اللي الحمد لله يعني اصابته بعد ما راح المستشفى، بعد ما طلع من الملعب راح المستشفى، والفحوصات والأشعة أثبتت مثلا إن عينه كان فيها بس مشكلة كده بسيطة، وتلقى العلاج وخرج من المستشفى والحمد لله. ربنا يتم شفاء اللاعيبة كلهم على خير. وأهم حاجة زي ما كل المعلقين وكل الجمهور وكل مشجعين الكرة بيقولوا، أهم حاجة سلامة اللاعيبة في الملعب. أهم حاجة سلامة اللاعيبة في الملعب. يعني انا من غير اللعيب انا هتفرج على كرة ازاي؟ لما اللعيب ده يكون مثلا موهوب او حريف او مؤثر مع النادي او ايا كان، يعني هو بشر زيه زينا، لما يتصاب او يحصل له حاجة انا استفاد ايه؟ او انا لو فرحت مثلا فيه انا استفاد ايه؟ لاعب من الاهلي، لاعب من الزمالك، لاعب منين، مهما كان هو ايه، لو اتصاب انا بصراحة بزعل على اللعيبة اللي بتتصاب. بيقعد فترة كبيرة وعقبال ما بيرجع من الأول وجديد، تحس إن هو راجع من الأول وجديد. فبيبقى الموضوع صعب شوية. أما بقى للحاجة الأخيرة معانا في الفيديو، بس هتبقى طويلة شوية فمعلش استحملوني للآخر. سيادة المستشار مرتضى منصور، هو أنا نفسي أفهم لحد إمتى أنت هتفضل مركز مع الكابتن محمود الخطيب ومع النادي الأهلي؟
على فكرة في 16 فريق غيرنا في الدوري، أنا وأنت كأهلي وزمالك. في 16 فرقة تانية ليهم 16 رئيس مجلس إدارة. يا هل ترى أنت مفيش حد من رؤساء النوادي ده عامل معاك أي حاجة خالص تتكلم عليه أو تتكلم بعيد عن النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب؟ مفيش غير الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي. طيب هو اتكلم قال إيه بقى؟ قال إن الكابتن محمود الخطيب شاري حسام حسن بمبلغ، أيا كان المبلغ إيه هو، 5 مليون، 10 مليون، 50 مليون، وهيبيعه ب50 جنيه. ده مش إهدار للمال العام؟ معلش بس أنا مسجل له في ورقة هنا لأن الموضوع كبير شوية، أنا هعرف أجيب لك الأحداث كلها بس مش هجيبها بالترتيب. فأنا مسجل في ورقة وهقول لك بقى منها إيه اللي تم وإيه اللي حصل. هو بيقول ده مش إهدار للمال العام، ومين اللي ساندك يا خطيب ومش مين اللي ساندك والكلام ده كله. طب تعالى يا سيادة المستشار بقى نشوف فين اللي بيهدر المال العام ومال الدولة والكلام ده، ومين اللي مسنود ومين اللي مش مسنود. عندك يعني حوالي بتاع 23 24 لاعب دخلوا نادي الزمالك وجوه بمبالغ عالية جدا ومشوا مجان. تعالى بقى كده نشوفهم واحد واحد. عندك أول لاعب شريف علاء، انت اشتريته من المقاولين العرب ب8 مليون جنيه ومشي بعد شهرين، مجانا. ده مش اهدار للمال العام؟ عندك عبد الله سيسي، انت اشتريته من مصر ب15 مليون جنيه وتم الاستغناء عنه بعد موسم واحد مجانا. ده مش اهدار للمال العام؟ عندك اللاعب التالت محمد بازوك، انت اشتريته من الشرقية ب8 مليون جنيه وبعد موسمين تمت إعارته للاتحاد ب650 ألف جنيه ثم الرحيل مجان. ده برضو مش إهدار للمال العام؟ عندك رقم 4 أحمد حسن مكي، أنت اشتريته من حرس الحدود ب6 مليون جنيه ثم مشيته بعديها، يعني بعد موسم مجان. ده برضو مش إهدار للمال العام؟ رقم 5 حمادة طل، أنت استعرته من مصر المقصة ب1.5 مليون وبعدها اشتريته من المقصة ب7 مليون جنيه وبعدها مشيته مجان. ده مش إهدار للمال العام؟ مع حد يفهمنا برضه، وكله ده مش إهدار للمال العام؟ ده مش إهدار لمال الدولة؟ فين بقى اللي بيحاسبك انت يا سيادة المستشار؟ مين بقى اللي بيحاسبك على كله ده؟ نكمل. عندك إبراهيم عبد الخالق، أنت اشتريته من سموحة ب8 مليون جنيه وأعرته لدجلة بعد موسم ب350 ألف جنيه وبعدها أعرته للمقاولون العرب ب450 ألف جنيه ثم مشيته بعد كده مجان. فين بقى يا باشا؟ فين؟ فين بقى الإهدار بقى للمال العام والمال الدولة والحكاوي اللي انت بتحكي فيها؟ تعال نكمل. أسامة إبراهيم، انت اشتريته من ب5 مليون و100 ألف ومشيته بعد موسم مجان. تعال نكمل. محمد رمضان، انت اشتريته من بتروجيت ب6 مليون جنيه ومشي بعد 5 شهور مجان. يا راجل حرام، 5 شهور لاعب دخل عندك ب6 مليون جنيه وتمشيه بعد 5 شهور؟ يعني الشهر بتاعه واقف ب1,200,000. ليه بقى حاطط الكابتن خطيب على طول كده شتيمة وإهانات هو الراجل عشان بيشتغل في صمت؟ تعال نكمل بقى تاني. عندك اللاعب صلاح عاشور، انت اشتريته من انبي ب3.5 مليون جنيه ومشي بعد 7 شهور مجان. عندك احمد ديوضاء، اشتريته من اتحاد الشرطة ب2.5 مليون جنيه وبعد كده مش مجان. عندك لاعب اسمه رمزي خالد، اشتريته من الاتحاد ب6 مليون جنيه ثم خروجه وإعارته للمقاولون ب250 ألف جنيه ثم خروجه وإعارته للاتحاد ب250 ألف جنيه برضه ثم خروجه مجان. مشيته مجان. ده برضه مش إهدار للمال العام؟ كله ده مش إهدار للمال العام؟ عندك بنجامين اتشومبونج،
اشتريته من الداخلية ب2,200,000 جنيه. ثم الرحيل مجان. عندك لاعب اسمه مؤيد العجال، انت اشتريته من نفط الوسط ب13.5 مليون جنيه. ثم الرحيل بعد موسم واحد مجان. عندك بهاء مجد، انت اشتريته من الاسماعيلي ب7.5 مليون جنيه. ثم الرحيل بعد موسم واحد مجان. يعني كل اللعيبة دي انت بتشتريها بمبالغ وبتبيعها مجان، بتشتريها بمبالغ وبتطلعها اعراض بمبالغ ضئيلة، وبعد كده بتمشيها مجان. عندك باسم مرسي، انت اشتريته من الانتاج الحربي ب12 مليون جنيه، وبعدها اعرته كام مرة كده لكام فريق، وبعد كده مشي مجان. يعني ده في شرع مين وفي عقل مين ان انت تتكلم بقى على كابتن الخطيب وان اشترى حسام حسن بمبلغ قد كده وباعه بمبلغ قد كده؟ يعني هو اشترى حسام حسن ب5 مليون ولا ب50 مليون وباعه ب50 جنيه؟ ما كل واحد يبص في ورقته يا جماعة، ما كل واحد يبص في ورقته. هو انا ببص عندك؟ هو انا باجي اقول لك انت عملت كذا وعملت كذا؟ ما تروح تشوف القضايا والغرامات اللي عندك. ده انت عندك قضايا اللعيبة وعندك قضايا وغرامات لمديرين فنيين من كل الفريق. يعني مش كده. تعال نكمل. عندك حسام باولو، انت اشتريته من سموحة ب6 مليون جنيه لمدة موسمين، وبعد كده مشيته برضه مجان. عندك أحمد دودار، اشتريته من المقص من المقص ب7 مليون وتمت إعارته كام مرة ثم الرحيل مجان. هو ده فعالي مين بقى؟ حد يفهمنا يا جدعان. ده كده وصلنا للاعب رقم كام؟ 17. 17 لعيب. انت بتكلمنا على لعيب انا بكلمك في 17 لعيب لحد دلوقتي. ده لسه فيه، ده لسه فيه. عندك محمود دونج، انت اشتريته من مصر المقاصة برضه ب6 مليون، لعب موسم واحد عندك وتمت اعارته ثم الرحيل مجان. يا رب. يعني انا مش عارف اقول لك ايه والله يا سيادة المستشار بصراحة. مش عارف، انا بصراحة زهقت. انا يعني مش هقول لك انا حافظهم، بس انا عارف معظم اللعيبه دي وارقامها والمبالغ اللي كانت بيها. بس في لعيبه كانت ناقصاني، مش هقول لك لعيبه ما كانتش ناقصاني. كله موجود يعني، كله موجود يا سياده المستشار. تعال نكمل، احنا رحنا الهدافين. يا عندك رقم 19 احمد مدبول، انت اشتريته من نصر للتعدين ب2.5 مليون لمده موسمين والراحل مجان. يا حلاوه، والله العظيم يا حلاوه. والله العظيم تزعلنا الدنيا كلها يا أخي ويفرحنا النادي الأهلي. يعني تزعلنا الدنيا كلها كده على بعضها ويفرحنا النادي الأهلي. هو سبب الفرحة لأكتر من 60 أو 65 مليون مصري. وأتحداك إذا كان الرقم اللي أنا قلته لعدد مشجعين النادي الأهلي ده غلط. في مصر لو عملت إحصائية هتلاقي أكتر من 60 65 مليون مشجع أهلاوي. الباقي بقى وسعهم على باقي الفرق براحتك انت بقى، من 110 أو 112 مليون مصري. الباقيين بقى هنقول 60، يبقى فاضل كام؟ 40. 52 مليون مصري وزعهم بقى على باقي الفرقين. انت براحتك، الزمالك ياخد اللي هو عايزه والإسماعيلي ياخد اللي هو عايزه. دي قصة احنا ملناش فيها. بس كستين أهلاوي، 60 مليون أهلاوي، الأهلي يفوز ينام مبسوط، الأهلي يتعادل يبقى زعلان، الأهلي يخسر لا قدر الله تبقى الحالة سيئة جدا. تبقى الحالة سيئة جدا. أنا اتولدت لقيت نفسي في بيت أهلاوي. أبويا الله يرحمه ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، هو اللي علمني حب الأهلي وقال لي إن الأهلي وطن والوطن لا يخان، زيه زي دولة مصر. أبويا الله يرحمه علمني إن الأهلي وطن والوطن لا يخان زي البلد اللي أنا عايش فيها. يعني حب الأهلي ده موجود معايا من وأنا صغير. أبويا الله يرحمه هو اللي علمني حب الأهلي.
علمني ازاي اشجع الاهلي صح. لذلك لما تلاقيني بتكلم على الاهلي ما بحتاجش ان انا اجيب اخبار من هنا او اجيب اخبار من هنا او اتفرج على احصائيات من هنا. انا عارف كل حاجة. انا بتابع الاهلي. انا عندي 29 سنة. بتابع الاهلي من وانا حوالي عندي 7 سنين. يعني 22 سنة في حب الاهلي. اجمل 22 سنة شفنا حاجات حلوة مع الاهلي. شفنا بطولات، شفنا انجازات، شفنا عظمة مع الاهلي. بصراحة مفيش بعد كده ما شفتهاش مع اي فريق بصراحة في العالم. يعني اي فريق في العالم كده لو جيت تبصله عمل انجازات ايه، عمل ارقام ايه، حقق بطولات ايه، مش هتلاقي زي النادي الاهلي. انا متأكد وواثق مليون في المية من كلامي انك لو جيت بصيت لأي فرقة في العالم كأرقام وإنجازات وإحصائيات وبطولات والكلام ده كله، مش هتلاقي زي الأهلي. أفضل نادي في الكون طبعا، وأفضل نادي في أفريقيا، وأفضل نادي عربيا بصراحة كده. تعال نكمل بقى سلسلة الصفقات بتاع الزمالك اللي جت ومشيت مجانا. دي جت بمبالغ عالية عشان سيادة المستشار مرتضى منصور. عندك وصلنا لحد إسلام جمال، انت اشتريته من طلائع الجيش ب4.5 مليون جنيه وبعد كده مشي مجانا. عندك حمد النقاص. هو حلاوة حمد النقاص اللي اشتريته من النجم الساحلي ب12 مليون جنيه ومشي برضه مجانا ورفع عليك قضية وكان موضوع كده. يلا مش هنتكلم فيه، مش وقته، هيبقى ليه فيديو تاني. عندك كابونجو كاسونجو. من أين أتيت لنا بهذا الكاسونجو يا باتشيكو؟ اشتريته من الاتحاد ب15 مليون جنيه ومشي برضه مجانا في السكة. يلا زي اللي مشوا. عندك أحمد كابوريا، انت اشتريته من المصري ب8.5 مليون جنيه ثم الرحيل مجانا. عندك بقى في الأخير خالص فرجاني ساسي، انت اشتريته ب88 مليون جنيه. 88 مليون جنيه. ايه؟ ومشي مجانا. مشي مجانا. فين بقى يعني اللي بيحاسبك انت؟ فين بقى اللي بيحاسبك يا باشا؟ ما تطلع بقى ترد عليا كده او تطلع تقول مين اللي عامل اهدار للمال العام ومين اللي عامل اهدار لمال الدولة ومين اللي مكلف خزائن الدولة ومين اللي مبوظ الدنيا. اظن مفيش ملخص بعد كده لاهدار المال العام. ماشي. وده كان نهاية فيديو النهاردة. وبحب أشكر الناس اللي اشتركت في القناة مع إنه عدد قليل جدا، بس لسه القناة في بدايتها. أنا مش مستعجل على الاشتراكات وإن الناس تخش تشترك. حب الناس ده بيجي من عند ربنا. وأنا مش عامل القناة عشان أكسب فلوس. أنا عامل القناة عشان أنا عندي فكرة، وبدل ما بيبقى عندي مثلا وقت فاضي كتير بعد شغلي، ادي احنا بنتكلم مع بعض. بقعد اصور فيديو بنتناقش في الاحداث اللي حصلت، في الاخبار اللي موجودة، اهم الاحداث اللي موجودة على الساحة الرياضية. وكلامي مش هيبقى مقتصر على الاهلي والزمالك بس. الفيديوهات اللي جاية كتير هتبقى فيه اساطير اللعبة. اساطير اللعبة مثلا بيليه، مارادونا، ارقام، احصائيات، تاريخ، لعيبة، اندية. هيبقى فيه الكلام ده كله. فبتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وإنكم تدعموني على قناة كلام في الكورة. معكم أخوكم محمد عاصم الماجيكو، الشهير بالماجيكو. سني 29 سنة من محافظة بني سويف. بتمنى إنكم تدعموني وتعملوا إعجاب للفيديوهات بتاعتي. لو بتعجبكم إن شاء الله هتعجبكم. وده كان نهاية فيديو النهاردة، وأشوفكم في فيديوهات تانية كتير
كتير جدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.